البرج قالي عالبخت يلي حيران تملي. البراق دي بينها وبيني علاقة شخصية، الثور حبيبي والحمل أقرب صاحب ليا، والدلو بينه وبيني قرابة عائلية. برجك مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أهلا بيكم مستمعين على راديو كامت، حلقة جديدة من برنامج برجك. البرج اللي هنتكلم عنه النهاردة هو برج ناري، بس لطيف خالص ده لو فهمناه كويس. برج واضح جدا، مش معقد خالص. تعالوا نستمتع بيه ونعرف تفاصيله. بيقولوا عليه إنه برج الحظ. برجنا النهاردة هو القوس. يلا بينا. بيبدأ برج القوس من 24/11 لغاية 23/12. برج ناري، كوكبه المسيطر عليه هو المشتري. برج الحظ معروف عن الأبراج النارية إن أكتر ما يميزها الحماس والشجاعة وحب الحياة. ده مبدئياً كده. تعالوا بقى ندخل شوية على تفاصيل برج القوس. إذا ذكر القوس ذكر التفاؤل. بيتعرف دايماً وسط الناس من كتر ما هو متفائل وإيجابي وبيحب الحياة. محبوب جداً، جذاب خالص، منطلق وبيحب المغامرة والمرح. كمان بيحب الضحك، بيقولوا عليه ابن نكتة. بيعشق الصداقة وبيقدرها قوي. صديق وفي ومخلص وعنده قدر كبير جدا من الدعم لأصدقائه. دايما بيديهم أمل وطاقة إيجابية في حياتهم. هتلاقي دايما في كل جروب واحد قوس كده قاعد بيظبط إيقاع الحياة بينهم طبعا، وبيخفف كل الضغوط المحيطة بيهم. اجتماعي وعشري، بياخد على الناس في أقل من ثانية، لدرجة إنك ما تعرفش مين صاحبه من زمان ومين من قريب. بيجمعوا دايما القوس بين تناقضات كتيرة جدا. تلاقيه بيحب الحركة والتنقل والخروج والفسح، وفي نفس الوقت كسول جدا وبيحب الأكل. الهوا والمية عند القوس هي الحرية. بيكره القيود بكل أنواعها. الحرية بالنسبة له هي حزام الأمان. بيعرف يتعامل مع كل أشكال البشر وما عندوش مشكلة. بيتأقلم بسرعة وبياخد على الجو. عنده قدر كبير من الإقناع ودايماً بيأثر في اللي حواليه. خياله خصب جداً وعنده قدرة كبيرة خالص على الإبداع. بيعشق الفلسفة وحب المعرفة لكل حاجة جديدة. عنده حاسة سادسة بتخليه طول الوقت يتوقع إيه اللي هيحصل بعد شوية. كريم جداً مع أصحابه لدرجة إنه ممكن يكون حريص في اللي بيصرفوا على نفسه، لكن أصحابه واللي يعرفهم لأ. متسامح خالص، بس ساعات ما بينساش. صريح وواضح جدا في مشاعره، يا يحب يا يكره. الكلام الحلو عليه كتير. خلونا بقى نشوف عيوبه. القوس يعني الصراحة، أحيانا لحد الوقاحة. أكتر حاجة بتعمل له مشاكل لسانه، وده من كتر ما هو صادق بيحط لك السم في العسل. غيور بمبالغة لما بيحب، أجرك الله. كسول أحيانا، مسيطر، بيحب الكلمة تبقى ليه. متقلب المزاج بطريقة دايما بتعمل له مشاكل. تلاقيه زي الفل في لحظة، واللحظة اللي بعدها يقلب وشه وتبقى قفلت معاه خالص. ساعتها سيبيه في حاله. أنا بقولك المفاتيح، هو هيهدى لوحده. ما بيقتنعش بسهولة. لو أقنعتيه تبقى أنت بقى يعني شخص مميز جدا، أو أنت طبعا. سريع الغضب والانفعال، ممكن في لحظة تلاقيه بركان في وشك. متسرع في قراراته وبيندم كتير بسبب التسرع ده. أحيانا بيكون مهمل وبيحب العشوائية، بس يحب يعيش في مكان منظم ومرتب، بس مش هو اللي عامله. جريء وجرأته بتسبب له مشاكل لأنها بتبقى من غير تفكير. تيجوا نروح لرجل القوس. تعالوا كده نركز معاه شوية. كريم كرم ما يتوصفش. كريم لدرجة السخاء، خصوصا طبعا أهله والناس اللي بيحبهم. صبور جدا وهادي، وبيعرف يتعامل مع كل الناس، ومتفهم جدا ومستمع جيد. صعب تغير له حياته بسهولة، تقريبا مستحيل. دايما بيفرض حياته على اللي حواليه. صريح في مشاعره وما بيعرفش اللف والدوران. بيعبر عن مشاعره زي السيف، بيقطع عرق ويسيح دم. بيحب التجديد والتطوير، راجل عصري بمعنى الكلمة. تلاقيه ماسك أحدث موبايل، أحدث لابتوب، أحدث عربية، كله جديد في جديد. بيكره الروتين والحياة التقليدية.
صعب يعيش على وتيرة واحدة طول عمره، طموح وبيحب السفر والمغامرة وتجربة أي حاجة جديدة، بيكره كمان العزلة والوحدة وبيلجأ لها بس في حالة اكتئابه. في الحب مفيش بعد كده، عاشق ومشاعره فياضة، رومانسي، بيحب كويس قوي، بيحب المفاجآت ودايما بيفاجئ حبيبته، غيور جدا بحكم الطبيعة النارية، ما عندوش وسط في حبه. نروح بقى لامرأة القوس، ست الستات دي بقى بيقولوا عليها إنها بتلون حياة اللي حواليها، طاقة إيجابية، دعم رهيب، فضولية جدا. ستات بقى تحب تكتشف وتعرف طول الوقت كل حاجة، بتحب تفكر في حاجات كتير، متحررة جدا ومستقلة ومتفتحة، وبتكره يتفرض عليها أي حاجة، تعمل لك اللي هي عايزاه بمزاجها، تحب تلفت النظر ليها بعقلها، وبتحب البساطة جدا في كل حاجة شكلا وموضوعا، بتميل للشهرة والشعور بالتميز، تحب الألوان المبهجة وبتحسسها دايما بالسعادة، وبتلاقي نفسها دايما مع الأطفال. فحبها بتدور على الصديق اللي يكون حبيب مش العكس، الصداقة بالنسبة لها كل حاجة في حياتها. بتحب الراجل القوي اللي تلاقي نفسها معاه طفلة وتسلمه قلبها، مشاعرها زي البركان وبتلاقيها في كل الأدوار، الأم، الزوجة، الصديقة والحبيبة. من أكتر عيوبها إنها ما بتقدرش تفرق بين الحب والصداقة، وده دايما بيعمل لها مشاكل لأنها بتحب بسرعة، مسيطرة وبترفض يتوجه لها أوامر، ثقتها عالية جدا في نفسها ودايما عندها شعور بالتميز، وده أحيانا بيتقلب غرور. التوافق بقى، القوس مع الهوائيين علاقة كويسة، بيلاقوا حاجات كتير مشتركة زي حب الحب والمغامرة والانطلاق، كمان الاتنين بيحبوا النقاش بالعقل والآراء الفلسفية. ولكن مشكلة الناريين مع الهوائيين أو القوس بالتحديد إن القوس مسيطر وبيحب يفرض رأيه، من هنا بيجي الخلاف. مع الناريين علاقة حلوة جدا، نفس الطبيعة عموما، بتخلق نفس الاهتمامات، لكن عيبها هي التسلط والسيطرة، فلازم يكون فيه طرف مرن عشان يعني نبعد شوية عن المشاكل. ما بيتوافقش أبداً القوس مع المائيين، الغموض والهدوء بيخلق نوع من الارتباك في العلاقة مع القوس، كمان المائيين ما بيستحملوش صراحة القوس وتسلطه. القوس مع الترابيين طبيعة مختلفة تماماً، الترابيين منظمين ومحددين وبياخدوا وقت دايماً في اتخاذ القرار، بيحبوا العادات والتقاليد وبيتمسكوا بيها، أما القوس فهو مندفع، عشوائي، سريع في قراراته، ودايماً يحصل تنافر بينهم، ده شرق وده غرب. عرفنا في الحلقة دي صفات وعيوب ومميزات برج القوس عند الراجل والست. تابعونا دايماً في برنامج برجك على راديو كامت عشان تعرفوا وتقدروا تختاروا شريك متوافق معاكم ومع طبيعتكم. استنونا في حلقة جديدة من برجك على راديو كامت، اللي بيكتبه لكم محمد إبراهيم وبتقدمه شذى جمال. راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع برجك مع شذى الجمال على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.